الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود، والصلاة والسلام على رحمة المهداة سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ملأ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. حبيت ننبه لهذه الفضيحة اللي راهي واقعة في المجتمع. بعض التجار، سمعوني مليح، بعض التجار راحوا يستوردوا الآن، هم يجيبوا بوبيات دميات شغل مرأة كيما مرأة، وخادمينها يعني كل ما يوجد في المرأة يوجد في هذه الدمية. الطول تاعها طول تاع مرأة، العرض نتاعها، السمانة نتاعها، كأنها امرأة حقيقية، برك لا روح فيها، لا روح فيها. ولو بعض الشبان يشري دمية ويتزوجها، يعني يعاملها ويعاشرها معاشرة الزوجة. وبعض الناس يقول لهم الذي لا شيء فيها ما دام دمية، يعني ما امرأة حقيقية، فهذا ليس من الزنا وما فيها والو. حسبنا الله ونعم الوكيل. الشركة الصينية اللي راهي توزع هذه الدميات على الشباب الجزائري، على الدولة الجزائرية أن تتدخل وتحظر هذه الدمية وتوقف هذه الشركة عند حدها، وهؤلاء المستوردون عند حدودهم، والتجار اللي يجيبوا فيها وبداوا يديروا إعلانات في الانترنت. ولا الشباب يدخل شركة، يطلب وحدة بيضاء البشرة ولا سمراء البشرة 170 سنتيمتر 70 كيلو 50 كيلو، ويجيبوها له في علبة ويقضي معها الليل. وراك في الحرام، هذا من الزنا ولو مع دمية، لأنه من الاستمناء المحرم. اسمع إلى قول الله جل جلاله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي الذين تعدوا على شريعة الله. الله جل جلاله يعلم الأشياء قبل وجودها، ومن علمه أنه يعلم يجي نهار يولوا يتزوجوا بالدميات، يزني مع دمية، وقالوا له ما فيها والو لأنها دمية ما هيش حقيقية، ما فيها لا الرجم ولا الجلد، ولكن فيها لعنة الله. وقال: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك شكون هم العادون الذين يتعدون على شريعة الله. كيف 18 مليون طفلة بلا زواج في الجزائر؟ ما صبتش انت مرأة، صبت غير فوبية تروح تتزوج بها. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولما نقول لكم واسمحوا لي نقولها لكم، الله يغفر لنا ويتوب علينا، رجال مزوجين عنده زوجة ويروح يشتري دمية ويقول لك انا كنت حب مرة كيما هذه الدمية، بصح مرتي ما تشبه لهاش، يروح يشتري دمية. وداروا لهم كل وش كاين في المرأة، حتى البكارة داروها في هذه الدميات، وكل شيء اصطناعي. حسبنا الله ونعم الوكيل. وين رانا رايحين يا عباد الله؟ تحوس على الدواء على طنس تصيب ناقص، تاع السكر تصيبه ناقص، تاع الزهايمر تصيبه ناقص، واللي يحب يزني ولا يجيبوا له حتى دمية توصلوا حتى للدار. حسبنا الله ونعم الوكيل. 18 مليون طفلة بلا زواج، و9 ملايين عانس قاعدين في الديور قاعدين يبوروا، وهو يروح يتزوج بدمية. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا حرامك وسمعتم، باش ما يلعبها لكمش بليس. وهذا الشيطان هذا اللي قال لكم ما فيها والو لأنها دمية يجوز تقضي معها الليل، هذا حرام. أني قلت لك أنت ملعون عند الله. إن العينان تزنيان وزناهما النظر، وإن اللسان يزني وزناه الكلام، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
يا وزير التجارة اتحرك، اتحرك، كي تولي الدمية تغزو الشباب وتغزو البيوت، كل واحد داي دمية لدار ولا داي زوج ولا داي ثلاثة. واني شفت واحد الحصة داروها في النهار، يشري دمية ويقعدها قدامه ويمشط لها ويهضر معاها ويغسلها رجليها ويوكلها، وهذا هبال. اكو الشعب هبل، الشباب هبلتوه. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه رسالة وردت إلينا من مصلحة الإرشاد والشعائر والأوقاف من سيج بولاية معسكر، مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية معسكر. قبل ما نقرأ رسالة نقول لمديرية الشؤون الدينية تاع معسكر، نقول لهم بارك الله فيكم وربي يجازيكم، وراكم تصرفتوا التصرف الحضاري. أنا لما جاتني رسالة من سكان سيج، أنا قرأتها كما جاءت، ما قدرت، لأن الحصة ما نقدرش نسكت أنا على مشكلة وقع في بيت الله. وكان الفكرة نتاعي أن يجيني تكذيب، وهذا هو المعقول. جاني تكذيب وهي رسالة وبارك الله فيكم، وراكم تصرفتوا التصرف المعقول. يعني كانوا ناس يتصلوا بي يقول لي يا شيخ اما حين يشرعوك، اما حين يوقفوك في المحكمة، اما حين هذه ما دي خلاص الكلام هذه تاع المحكمة. كاين قضية هضرنا عليها عندهم حق الرد. هاي لك رسالة أقرأها. يقول الموضوع ما جاء في الحصة التلفزيونية أنصحوني لقناة النهار في إطار حق الرد الذي تمتلكه أي جهة كانت محل رسائل وتصريحات، سواء كان منبر صدورها الصحافة المكتوبة أو المرئية، وتذكيرا بقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يشرفني أن أعلمكم أن المعلومات التي ذكرتموها من خلال تعليقكم على الرسالة الواردة من مواطنين يقطنون ببلدية سيج تعرضوا من خلالها إلى توقيف المسمى مجاهر نور الدين عن مهامه كقيم بمسجد عبد الله بن العباس الكائن بحي المحطة بلدية سيج مركز، كونه كان في نزاع مع السيد رقاد عبد الرحمن. أنا في الورقة اللي قريتها ما ذكرتش الأسماء. أستاذ التعليم القرآني بالمسجد المذكور، وكذا الأفعال المنسوبة إليه والتي علقتم عليها بإسهام. أنا كنت أعلق على السؤال الذي وصل إلي، أنا أعلق على السؤال. أنا ما نعرفش هذا الراجل، لو كان صيبه في طريق ما نعرفوش، ولكن لما يجيني سؤال أعلق على السؤال. وكأنها عين الحقيقة، هي معلومات مغرضة تهدف إلى المساس بهذا القطاع من خلال ذكر هذه الأحداث المفبركة. ففيما يتعلق بكون المسمى مجاهر نور الدين قيما بالمسجد المذكور وقد أوقف عن مهامه، فالحقيقة أن هذا الشخص لا تربطه بالقطاع أي رابطة قانونية. صحيح ما تربطوش أي رابطة قانونية، ولكن واش خسرتوا كي تخلوه ينقي الجامع وينقي الزرابة ويغسل بيت الخالة ويغسل الميضة ويمسح الطريات؟ يعني لازم يكون خدام في القطاع، لا يشترط أن يكون. ثم تقول سواء كموظف أو متطوع يحوز رخصة إدارية بممارسة نشاط مسجدي. رسالة طويلة والوقت انتهى. غدوة الحصة القادمة نكمل نقراها إن شاء الله حتى أكون أمينا في نقل الحقيقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من صالح جدا. اليوم أنا حنشوف المواطن الجزائري وش يدير لو كان يصيب دراهم وما يعرفش تعمل. ما نطولش عليكم، تبعوا معنا كيفاش كانت الإجابات.
صراحة تلقى دراهم وما تعرفش مولاهم شكون، وش دار؟ نديهم. نخليهم